حرفيا البطاطس دي بقت ادمان خلاص. اكلتها عند واحده صاحبتي وبجد بقيت اعملها كتير جدا، خطيره. كل اللي هنحضره حاجات بسيطه وسهله وبتتعمل في دقايق بالظبط. هنحط البطاطس صغننه اللي هي تكون نونو كده، عارفين المدوره الصغيره دي زي كده بالظبط اللي بتلاقوها في السوق. تمام. عند بتاع البطاطس كده هتلاقي فيه بطاطس صغنونه زي اللي احنا بنحشيها بالظبط، بحطها على نار وببتدي ان انا اسلقها سلق كامل، يعني تقريبا بتاخد ربع ساعة. بعد ما بتتسلق وهي سخنة ببتدي اقشرها، بتتقشر بكل سهولة في المرحلة دي. ببتدي ان انا اقطعها نصين، وتقدري ان انتي تقطعيها صوابع على فكرة 4/4، يعني اللي بتفضليه. انا اكلتها عندها بالشكل ده فبصراحة حبيتها كده. تقدروا تعملوا لها كفر على فكرة وتغطوها ببيض وبقسماط، بس انا اكلتها عندها بالطريقة التقليدية فعجبتني جدا. حضرت زيت وابتديت ان انا انزل بيها بالشكل ده. هبتدي ان انا اقليها. فكرة ان انتي تسلقيها وبعد كده تقليها بجد حكاية، بتخلي القرمشة كده كريسبي وبجد تحفة، طعمها فعلا مميز. وسبحان الله طعم البطاطس الصغننة دي مختلف جدا عن طعم البطاطس الكبيرة. خلصت الكمية بتاعتي كلها حطيتها في مصفى. مش عايزة اقول لكم القرمشة بقى تجنن، حكاية بجد. شويه بقى من التوابل، التوابل سهله وبسيطه جدا. انا كان عندي اوريدي توابل بطاطس، بس لو مش متوفره توابل بطاطس يبقى ملح وكمون وبابريكا وكمان كزبره وزعتر لو حبه وشطه. وحابه بقى تحطي توم باودر بصل بودره وتحطيهم في علبه عندك كده، دي توابل بطاطس حلوه جدا. تقدري ترشي منها وقت ما تحبي، مقرمشه وخطيره وبجد طعمها حكايه حلوه قوي على فكره، لازم تجربوها. باي باي.